جسدك يثقل فوق السرير، كأنك تقول للعالم سأحمل نفسي فقط. كل ما كان صعبا اليوم، كل كلمة ألمتك ولم ترد، كل خوف أخفيته بابتسامة، كل تعب تظاهر بالقوة. دعه هدى عند هذه اللحظة، ولا تحمله معك إلى الغد. أنت لست مطالبا بأن تكون كاملا، ولا بأن تفهم كل شيء، ولا بأن تنتصر في كل المعارك. يكفي أنك لم تخزن نفسك، يكفي أنك قاومت الفكرة الاستسلام، حتى وإن قاومتها بصمت. اسمع هذا جيدا قبل أن يغلبك النعاس. أنت أقوى من الأسوأ. أفكارك عن نفسك وأصدق من كل شكوكك، وأعمق من كل خبائثك. الأيام صعبة لا تعني الحياة صعبة، بل تعني روحا. وكل مرة انكسرت فيها ولم تتوقف، كنت تبني من الداخل دون أن تشعر. قد لا ترى النتائج صبرك الآن، لكن لا شيء صادق يضيع. الخير لا ينسى العناوين، والتعب لا يذهب هباء. هناك أشياء ترتب لك في الغيب. بهذا الصمت، بهذا الانتظار، سامح نفسك بالليلة. سامحها لأنها تعبت، لأنها أخطأت، لأنها لم تعرف دائما ماذا تفعل. لو كانت تعرف أكثر لفعلت الأفضل. أغلق الباب عن المقارنة. ما ينجح عند غيرك ليس بالضرورة طريقك، وما تأخر عليك ليس رفضا. ربما كان حماية، ربما إعدادا لنسخة أقوى منك. قل لنفسك الآن ولو دون صوت: أنا أستحق الراحة، أنا أستحق البداية جديدة، أنا أسمح لنفسي أن أنام دون قلق. تذكر، الغد لا يحتاج منك أن تكون بطلا، يحتاجك فقط أن تكون حاضرا، أن تقوم بمحاولة واحدة صادقة، وهذا يكفي. والآن دع أنفاسك تهدأ، دع قلبك ببطء إيقاعه، ودع النوم يأخذك برفق. لا شيء يغلق عليك، بل كالذراع الدافئة تقول: أنت بأمان. نعم، فأنت لم تصل إلى هنا عبئا، ولن تترك في منتصف الطريق. وما ينتظرك يستحق أن يستيقظ